سلام عليكم. يومكم زعتر. المكان كوكب الأرض. الزمان من 252 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ هل فعلا اللارج igneous provinces كانت سبب الانفجار الكبير في حرارة الكوكب؟ وإزاي الميثان emissions غيرت شكل الغلاف الجوي بالكامل؟ وهل أزمة الغلاف الجوي في الترياسي كانت أول تحذير كوني من الاحتباس الحراري القديم؟ ليه سجل الحفريات بيسكت عن بعض الكوارث البيئية؟ وهل اللي نعرفه هو كل الحقيقة؟ وإزاي عريات الجذور الجيمنوسبيرمز فرضت سيطرتها على البر؟ ومين هم الزواحف الأولى اللي دخلت المسرح وقررت تكمل العرض رغم كل الظروف؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما كنا بنقول الجو بدأ يتعدل، الشتاء بدأ يبان والمطر أخيرا نزل؟ كويس، بس في الوقت اللي كنا فرحانين فيه إن الدنيا بتهدى، الأرض كانت بتغلي من تحت. تعالوا الأول نعرف يعني إيه Large Igneous Provinces. أيوه، الاسم معقد بس هنبسطه. Large يعني ضخم، Igneous يعني نارية، يعني ناتجة من الماجما، وبروفنسز يعني مناطق، يعني ببساطة مناطق كاملة من الكوكب اتقلبت مصانع حمم بركانية، كانت بتنفجر وتسيح الماجما على السطح كأنها بتعمل بيتزا بتشد بعيد، بس بيتزا بالمتر. طيب ايه اللي حصل فعليا؟ من اول الترياسي الارض دخلت موجات نشاط بركاني مرعب، مقاطع بركانيه كامله زي السنترال اتلانتيك ماجماتيك بروفينس او الكامب، ودي مناطق كامله في امريكا الشماليه وافريقيا واوروبا اتغطت بطبقات سميكه من الحمم. النشاط ده فضل شغال لفترات طويله، مش مجرد انفجارات عابره، وطبعا لما بتطلع ماجما بتطلع غازات، وده بقى اللي لعب دور كبير في تغيير اللعبه كلها. انتاج ضخم من ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت والميثان وغازات تانية ملهاش كتالوج وقتها، والنتيجة احتباس حراري مرعب وتكون أمطار حمضية دمرت نظم بيئية كاملة وتأثير مباشر على الكائنات اللي لسه طالعة من انقراض العصر البرمي. طيب وإيه علاقة كل ده بالحياة؟ لو كنتوا نوع عايش وقتها فأنتوا تحت التهديد حرفياً. الأشجار مش بتتنفس ميثان، والبحار ما بتحبش الأمطار الحمضية، والحيوانات بتتخنق لما الأكسجين يقل والسي او 2 يزيد. يعني رغم إن في نباتات بدأت تنتشر شوية في النص الأول من الترياسي، بس النشاط البركاني رجعنا خطوتين ورا، وكأن الكوكب قرر يعيد الامتحان من الأول. وكمان حاجة أخيرة مهمة، البراكين كانت بتبرمج الكوكب مش بس بسبب الحرارة والغازات، ده حتى التركيبة الجيولوجية اتغيرت. طبقات الأرض اللي اتكونت من الحمم، شكل السواحل، حدود القارات، والتربة نفسها اتحولت. الموضوع مش بس نار وخلاص، ده كان إعادة تشكيل كاملة للأرض. كل الغاز اللي طلع ده عمل إيه في الغلاف الجوي طيب؟ هل الدنيا فعلا بدأت تتخنق ولا حصل مفاجآت؟ تفتكروا أكتر حاجة بنحتاجها عشان نعيش إيه؟ الأكل؟ الشمس؟ لا، احنا بنتكلم عن الاساس نفسه، الاكسجين، الهواء اللي بناخده كده ببلاش. كان وقت الترياسي مش مضمون خالص. بعد الانقراض الكبير بتاع العصر البرمي الغلاف الجوي اتشقلب فوق وتحت، نسبة الأكسجين انخفضت، نسبة ثاني أكسيد الكربون ارتفعت بجنون، الميثان بقى ليه حضور تقيل في الجو، يعني الكوكب ما بقاش يتنفس زينا، بقى أشبه بواحد محبوس في أوضة مليانة دخان. طب ده عمل إيه في الحياة؟ تأثيرات نقص الأكسجين كانت قاتلة حرفيا. الحيوانات اللي محتاجة مجهود زي الزواحف الكبيرة كانوا بيعانوا، وبعض الكائنات البحرية اتخنقت وما قدرتش تكمل، حتى الحشرات اللي كانت زمان عملاقة صغرت وبدأت تنكمش. أيوة، نقص الأكسجين بيصغر الكائنات، زي كأن الكوكب بيحاول يعمل ريست بيئي لكل حاجة. وزيادة ثاني أكسيد الكربون مصيبة بيئية. ثاني أكسيد الكربون مش بس كان بيحبس الحرارة، ده كمان عمل تحمض للمحيطات وقلل مستويات الأكسجين فيها، وتسبب في مناطق ميتة، أماكن كاملة في البحار ما فيهاش أي حياة، يعني حتى اللي فلت من النار فوق غرق في الاختناق تحت. ومع نهاية الترياسي التوازن بدأ يرجع نسبيا، النباتات بدأت تشتغل كفلاتر طبيعية تنتج أكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، والحيوانات الصغيرة قدرت تتأقلم، والكائنات البحرية بدأت تجرب تعوم في الأجواء الجديدة. بس مش بسهولة، كل ده حصل بعد ما الطبيعة لعبت بينا ماتشين رايح جاي. دلوقتي السؤال الكبير، لو الأرض فوق كانت بتعاني من نقص الأكسجين، هل تحت المية الوضع كان أحسن؟ ولا البحار كانت بتتخنق هي كمان؟ وإزاي الحياة قدرت ترجع للمحيطات تاني بعد الكارثة؟ بعد الانقراض الكبير البحر بقى عامل زي مدينة أشباح، الحيتان مش موجود والأسماك تعدهم على صوابعك، المرجان راح في الوباء. كانت بداية الترياسي والمحيطات بتاخد نفسها من جديد، بس ما كانوش أنفاس عادية، دي كانت محاولة الحياة إنها تعيد تشكيل نفسها. المحيطات كانت شبه فاضية، وده سايب مساحة ضخمة للنجاة والتجربة. بس في البداية اللي ملأ الفراغ ما كانش العباقرة، دول اللي بنسميهم الديزاستر تاكسا أو الأنواع الكارثية اللي اتكلمنا عليهم الحلقة اللي فاتت. كائنات بسيطة مش بتفهم كتير بس بتتكاثر زي الصراصير. طيب مين رجع؟ الأمونيتات رجعت بعد ما كانت على وشك الانقراض وبقت ترند في المحيطات.
والاسماك العظميه البوني فيش اعدادها بدات تزيد مع انها مش كبيره في الحجم، والكائنات القاعيه زي البايفولفز ابتدت تحتل القاع وتعيد تهيئته بيئيا. الاسماك الغضروفيه زي اسلاف القروش مكملين في المشهد ولو انهم اقل تنوع. طيب هل التنوع كان سريع؟ بصراحه لا. في اوائل الترياسي المحيطات كانت بتتعافى ببطء، التنوع كان ضعيف والسلاسل الغذائيه بدائيه والتوازن البيئي حساس جدا، اي لخبطه بسيطه ترجعنا لنقطه الصفر. بس اللي بيحصل في الخلفيه هو الاساس للي جاي بعدين. التجارب البيئيه دي هي اللي فتحت باب لتطور اكبر، زي كأن خطه جديده للحياه بتترسم. ولان كل حاجه بتبدا من البحر كان لازم الاول الكائنات البحريه تستقر علشان يبدا بعدها التوسع، مش بس افقي في البحر لكن راسي كمان لفوق ناحيه البر. طيب لما المحيطات بدات تنتعش، مين اول واحد خد القرار وقال انا زهقت من الميه انا طالع بره؟ وازاي بدات اول سلاسل غذاء على الارض؟ مين اكل مين ومين بقوا ملوك البر؟ تخيلوا معايا البحر كانه شقه ايجار مفروشه. الدنيا كانت مريحه نسبيا في اوائل الترياسي، بس في كائنات قالت احنا تعبنا من الميه نجرب البر. بس السؤال هنا ليه اصلا تسيب الميه وتغامر بالارض القاحله دي؟ الجو ناشف والشمس حارقه والاكل مش متوفر. السبب زي اي مغامره في الحياه، فرصه. اللي خرجوا للبر كانوا اغلبهم كائنات شبه برمائيه، اسلاف البرمائيات وبعض الزواحف، وكان عندهم شويه مميزات بتساعدهم، رئه كويسه، جلد يتحمل الجفاف شويه، واطراف تمشي بيها على الارض. ليه؟ لأن البر كان فاضي، مفيش مفترسات كتير، مفيش منافسة، والأكل موجود في صورة حشرات ونباتات بدائية. يعني حرفياً كانوا أول ناس يفتحوا محل في حي لسه تحت الإنشاء. المنتجين كانوا النباتات اللي بدأت تنتشر شوية شوية، والمستهلكين الأوائل هم الحشرات، والمفترسين الزواحف الصغيرة اللي بتاكل أي حاجة بتتحرك. وكل ده فوق الطيور القديمة، أو بالأصح حاجات ليها أجنحة بس ما بتطيرش قوي. الأرض كانت بتتحول لمسرح جديد، وبدأنا ندخل في مرحلة فوضى منظمة. سلاسل الغذاء وقتها ما كانتش مستقرة، يعني فجأة يظهر مفترس جديد أو نبات يفرز مادة سامة أو حشرة تتكاثر بشكل مرعب. كل حاجة كانت تجارب، والتجارب دي هي اللي هتخلينا بعدين نوصل لمجتمعات بيئية معقدة أكتر. لكن لو احنا في مرحلة التأسيس، فإيه اللي حصل بعد كده؟ إزاي الكائنات دي اتطورت؟ وإزاي شكلت مع بعض نظم بيئية حقيقية؟ مين احتل الارض ومين اتاكل؟ ومين بقى حجر الاساس لكل اللي جه بعد كده؟ في المرحله دي من الترياسي الكائنات البريه كانت عامله زي الناس في اول يوم ليهم في شغل جديد، مش عارفين مين المدير ولا فين المكتب ولا حتى مين بياكل مين. بس بالرغم من الفوضى النظم البيئيه بدات تتكون. خلينا نبدا بالنباتات. النباتات هي اللي بتاسس اي نظام بيئي، وفي الترياسي النباتات بدات فعلا تثبت نفسها بقوه. الغابات كانت لسه مش مكتمله، بس كان في حضور واضح لنوعين كبار: الصراخس البذريه السيد فيرنز، وهي الصراخس اللي بتنتج بذور، وعريات البذور الجيمنوسبيرمز، وهي نباتات بتنتج بذور من غير ما تكون جوه ثمر. ودول كانوا الملوك وقتها، مش بسبب التنوع لكن بسبب السيطره. يعني تخيلوا معايا ملعب فيه فريقين بس فريق منهم واخد الكره 90 دقيقه. ده بالظبط اللي حصل. عريات البذور كانت مهيمنه على المشهد، لكن مش بالضروره انها كانت متنوعه بشكل مرعب. طيب هل التنوع ولا السيطره؟ اهو هنا السؤال المهم، هل كان عندنا تنوع كبير؟ بصراحه لا، مش قوي. التنوع كان موجود بس بسيط، يعني في شويه انواع هنا وهناك، بس السيطره كانت شبه مطلقه لمجموعه معينه من النباتات، خصوصا الكونيفرز او الصنوبريات. يعني كل الارض كانت تقريبا معموله ديكور بنفس العائله النباتيه، وبرغم كده كانت النباتات بتوفر الاساس الغذائي والبيئي لباقي الكائنات، فهي اللي بتصنع الاكسجين وتوفر المأوى وتدي شكل حلو للترياسي رغم الشحوب. طب والحيوانات؟ الزواحف بدأت تكبر وتتنوع، ومنها اللي هيبقى أساس للديناصورات بعد كده. في كائنات بقت متخصصة أكتر، في اللي بياكل نبات بس أكلت الأعشاب، وفي اللي قالك أنا باكل أي حاجة وبقى مفترس شرس، وفي برضه زواحف شبه الثدييات السينابسيدز، ودول كانوا بيحاولوا يحتفظوا بمكانهم، بس الصراحه كانوا بيتزقوا بره الصوره شويه شويه. يعني باختصار الحياه البريه في الترياسي كانت زي شركه ناشئه، كم موظف بيشتغلوا كل حاجه، مفيش تنظيم واضح، بس في نيه للتوسع ونجاح على المدى الطويل. بس علشان نفهم بجد ازاي كل ده بدا، لازم نركز على حاجه مهمه جدا: النباتات، مش بس كرمز للاستقرار لكن كعلامه على تطور معقد هيغير شكل الارض تماما. يلا نرجع خطوه لجذور المشهد ونشوف ازاي عريات البذور والصراخس البذريه بداوا الهيمنه، وازاي ده شكل مستقبل النباتات على الارض. لو رجعنا بالزمن للترياسي هتلاقوا ان الارض كانت عامله زي لوحه مرشوشه بالاخضر، بس مش اي اخضر، ده اخضر مصمم يعيش ويتحمل ويسيطر. نبتدي بالتعريفات. عريات البذور الجيمنوسبيرمز دي نباتات بتنتج بذور بس من غير ما تكون محميه جوه ثمره، زي مثلا الصنوبريات الكونيفرز، ودي كانت الماستر بلانر وقتها، كل مكان تفتحوا عينيكم تلاقوا صنوبر. الصراخس البذريه السيد فيرنز، وده نوع من النباتات شكله شبه الصراخس بس بتنتج بذور، يعني نبات عنده هويه مضطربه شويتين، نصه قديم ونصه مستقبل. الترياسي كان مسرح سيطره للنباتات دي. عريات البذور كانت مش بس منتشره، لا دي كانت فخوره بنفسها جدا ما بين المرتفعات والسواحل وحتى في الصحراء.
محدش بيقول لا للصنوبر، بس خلونا نتكلم بجد شويه. هل ده معناه ان الحياه النباتيه كانت متنوعه جدا؟ زي ما قلنا مش قوي، التنوع كان حاضر بس ناقصنا شويه صفحات. المشكله مش في اللي لقيناه، المشكله في اللي ما لقيناهوش. السجل الحفري في الترياسي فيه فجوات كبيره، يعني عندنا معلومات عن مين كان موجود بس قليل جدا عن ازاي ظهروا او اختفوا. الفجوه دي زي فصل ناقص من روايه، ويخلينا نتساءل: هل كان في انواع ما اكتشفناهاش؟ هل التغييرات كانت ابطا مما نتوقع، ولا ببساطه الحفريات راحت في داهيه بسبب الزمن والضغط والحراره؟ طيب ليه الصعود ده مهم؟ لان النباتات دي كانت بتجهز الارض لموجه جديده من الحياه، كانت بتعدي شعله الطاقه من الشمس لمين؟ للزواحف، اكلت الاعشاب والمفترسين واللي بعدهم. هي كانت الخلفيه اللي اتصورت عليها كل احداث الترياس البريه. طيب بعد كل اللي حصل ده، براكين وغازات وانقراضات وبحر بيتخنق وارض بتغلي، ممكن حد يسال سؤال بسيط جدا: فين النظام؟ فين الرحمه؟ ازاي كل ده يكون جزء من خطه؟ في ظاهر الاحداث شكلها كارثه كبيره، بس لو ركزنا شويه هنلاحظ ان في نمط بيتكرر. كل مره الحياه تقع تقوم بشكل جديد، كل ما النظام ينهار يتبني واحد احسن. وده مش حاصل صدفه، ده نظام دقيق محسوب ومنظم معمول بحكمه اعلى من ادراكنا. اللي حصل بعد الانقراض في العصر البرمي ما كانش مجرد نجاعه عشوائيه، ده كان اعاده ضبط للكوكب كله، زي كأن الارض كانت بتعمل ريست علشان تهيئ نفسها لمرحله اعقد واغلى. الكائنات اللي قدرت تتاقلم مع الاكسجين القليل والحراره العاليه كانت بتتدرب على النجاه، والبيئات اللي اتدمرت كانت بتتجهز علشان تبني شبكات غذائيه جديده. المحيطات اللي فضيت اتفتحت فيها مساحات لفرص تطور ما كانتش هتحصل غير كده. كل تفصيله، كل نوع قدر يكمل، كل ميزه اتطورت عند كائن كانت بترسم خطه طويله الامد، مش بس للبقاء لكن للارتقاء. ومن وسط كل ده يبان اثر الخلق بالتدرج، تدريج في كل حاجه، في الجغرافيا، في المناخ، في الكائنات، في الافكار. وكأن في ايد بتظبط السيناريو وترفع شخوص وتغيب شخوص تانية، وتظبط الخلفيه علشان تتخلق لوحه الحياه اللي نعرفها النهارده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره طه: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني مش بس خلق الكائنات، لا، ده كمان هداها لطريقتها في العيش والتأقلم والبقاء. ولما تشوف ان نبات صغير قدر يبدأ ينتج اكسجين وسط بحر من ثاني اكسيد الكربون، او ان زاحف بسيط قرر يغامر ويطلع للبر ويبدأ رحلة الحياة على الارض، او ان كائنات البحر ابتدت تبني انظمة غذائية من الصفر، يبقى لازم نسأل: هو مين اللي حط القوانين دي كلها؟ مين اللي خلى الفوضى دي تؤدي للنظام؟ ومين اللي سمح للانهيار يكون بداية مش نهاية؟ اللي باين لنا انه دمار في الحقيقه هو جزء من خطه، واللي بيتهيأ لنا فوضى هو فعلا ترتيب، بس ترتيب الهي. واللي شفناه في الترياسي هو مجرد فصل من روايه اكبر بكتير. وفي لحظه معينه الارض بدات تتهز تحت رجلين الزواحف، واللي حصل بعدها كان بدايه عصر الزواحف اللي قلب الكوكب راسا على عقب. بس ده هيكون موضوع حلقتنا الجايه، ولكل حادث حديث. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقه اللي فاتت. استنوني الحلقه الجايه اجيب لكم رابط الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.